سلام حبيباتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وانتم تشاهدوا فيديو اليوم. جبت لكم اليوم وصفة رائعة، وصفة في 5 دقائق توجدوها، يعني خفيفة ظريفة. يعني وصفتنا لنهار اليوم خفيفة ظريفة، اللي هي فطيرة بعجينة بزاف هايلة وهشة وطرية وحشو ولا اروع. بنين بنين بنين. ما نطولش عليكم حبيباتي، نبداو مباشرة في الوصفة ديالنا. نبداو بالصلاة والسلام على خير الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام. نبداو نطيبوا الحشو ديالنا باش يبرد لنا هكذا. انا في المقله تاعي حطيت 3 ملاعق كبار تاع الزيت ونصف ملعقه صغيره تاع مارغرين هكذا باش يجيني الحشو تاعي بنين. حطيت حوالي حبه تاع بصل تكون كبيره هكذا، رحيتها في الاشواط، ولا تقدروا تسكرفجوها ولا تقدروا تقطعوها عادي. هنايا عندي نصف صدر دجاج، يعني حطيته يتمارينا، درت له لا ماريناد تاع الشاورما. كيما تمارينيو اي دجاج، يعني نتوما واش تحبوا ديروا فيه. انا درت ملعقه صغيره تاع موطارد عفوا، درت التوابل، درت ملعقه تاع الزيت يعني في هذاك الدجاج تاعي باش يجيني طري. قلت لكم التوابل والملح. من بعد حطيته فوق هذاك البصل، يعني وجدته مقبل الدجاج تاعي، حطيته فوق هذاك البصل يتقلى. ومن بعد حطيت حوالي 4 سنينات الى 5 تاع الثوم، يعني على حسب الثوم تاعكم اذا كان كبير ولا صغير. انا هنا والله غير الصراحه عذبني صغير، تعرفوا ما قدرتش نربيه، يعني تعذبت معاه. المهم هكذا ربيت هذوك السنينات تاع الثوم فوق البصل والدجاج ديالي، هكذا قليتهم مليح مليح. من بعد نحط هكذا خضر كنت سكرفشتها، عندي حبيبه تاع كورجيت وتاع جزر وحبيبه تاع بطاطا تكون صغيره، هكذا سكرفشتهم كامل في الرقيق وندخلهم في الحشو ديالي. تعرفوني يعني اللي يعرفوني دايما نحب في الحشوات ديالي ندخل الخضر هكذا باش ياكلوهم الدراري. نخلطهم مع بعض. وانتم حبيباتي انتم واش حبيتوا ديروا الحشو ديالكم في هذه الفطيره، تقدروا تستبدلوا الدجاج بلا فيونداشي، تقدروا تستغناو على هذوك الخضروات، يعني انتم واش حبيتوا. هنايا انا دقت الحشو تاعي ستو مسوس، يعني زدت له الملح بما انه انا درت في الدجاج الملح، وزدت له كميه تاع راس الحانوت هكذا وشويه تاع الكركم. هذا ما كان، يعني بما انه قلت لكم الدجاج تاعي كان فيه التوابل. وانتوما الا درتو لا فيونداشي ديروا التوابل اللي تحبوهم، يعني التوابل اللي تخيروهم ديروهم عادي. غطيت عليها خليتها طيب في غردها، يعني منها ليها ما زدتلهاش كامل الماء، يعني هذوك الخضروات تلقولي كامل السوائل هكذايا. خليتها طيب بالطبع يعني على نار قليله. من بعد حليت عليها هكذايا، زدت لها كميه تاع الزيتون اختياري، انتوما واش تحبوا، يعني كاين اللي ما يحبوش يقدروا يستغناو عليه. من بعد نحط لها حوالي نصف كاس تاع كريمه سائله ولا كريمه طازجه هكذايا، باش الحشو تاعي كي يطيب في الفطيره تاعي يقعد طري، يعني يجي سايح ويجي متشخشخ بهذه الطريقه. واللي ما كانش متوفر عندها هذه الكريمه السائله تقدر تستغنى عليها ودير يعني فرماج جبن طاري عادي هكذا ديرو، ونطفو عليها ونخلو الحشو تاعنا يبرد. من جهه واحده اخرى نروحوا نحضروا العجينه اللي قلت لكم، عجينه خفيفه ظريفه وهايله هايله هايله وتصلح لجميع المعجنات. هنا درت ملعقه كبيره تاع خميره الخبز وملعقه كبيره تاع السكر، حطيت عليها كاس 220 مليلتر تاع ماء دافئ، وحطيت عليها هاد الحبه تاع الياغورت ناتشور. هاد الحبه تاع الياغورت ناتشور تعطيني واحد الطراوه في الفطيره تاعي، يعني ما شاء الله. نخلطهم مع بعض هكذا مليح مليح ونغطي عليها ونخليها تتفاعل مدة 5 دقائق. كما قلت لكم حبيباتي العجين هذا تقدروا تستعملوهم في لي بيتزا ولا لي سوفلي ولا اي معجنات تحبوا ديروهم، اي مملحات بهذه العجينه يجوا رائعين رائعين. من بعد ما تفاعلت مدة 5 دقائق حطيت عليها ربع الكاس تاع الزيت هكذا. من بعد عندي حبيبه تاع البيض تكون بحراره المطبخ، انا هنا استعملت غير بياض البيضه هذه، والصفر نخليه ندهن به الفطيره ديالي.
نخلط كامل مكونات التوعية مع بعض هكذا. من بعد نبدا نطم بالفرينة عفوا، ونضيف الملح. هاي ليك نضيفوا الملعقة صغيرة، يعني ربع ملعقة هكذا ولا نصف ملعقة صغيرة تاع الملح هكذايا، ونضيف الفرينة بالتدريج. بعد ما لميت العجين تاعي، شوفوا القوام اللي نتحصل عليه، عجينه تكون طريه هكذا تلاصق شويه في اليد يعني باش تجيني خفيفه. نغطي عليها هنايا ونخليها تخمر، يعني صراحه ما تديليش بزاف الوقت في الخمر، من 15 دقيقه الى 20 دقيقه تلقاوها خمرت لكم، يعني ما تشدش كامل الوقت في الخمر، بما انه خليناها يعني خفيفه تمتم تخمر لنا. انا هنايا بعد ما خمرت لي نقسم من العجين تاعي على 2، شوفوا خليتها تتلاصق قلت لكم هكذا باش تحصلوا على نتيجه رائعه. عاونوا روحتكم برك بالفرينه. هذا ما كان النص كما قلت لكم قسمتها على 2، النص خليته بجه باش نغطي به الفطيره تاعي، والنص هذا نديرو في الاسفل بهذه الطريقه. نستعينوا كما قلت لكم، شوفوا هاي تتلاصق، نستعينوا غير بالفرينه هكذا. هذا ما كان نحل العجينه تاعي، يعني نحلوها رقيقه شويه، يعني ماشي حتى يبان سطح العمل، لا لا، مي رقيقه هكذا باش نتحصلوا على نتيجه رائعه. هنايا حلوها على شكل دائري ولا على حسب المول اللي راكم حديروا فيه، السنيوه اللي راكم حديروا فيها الفطيره تاعكم. انا خيرت نديرها في سنيوه تاع البيتزا، يعني شكل دائري، وانتوما واش حبيتوا تقدروا مم ديروها على شكل مربع، يعني على حسب السنيوه تاعكم ولا المول تاعكم. حطيت العجينه الاولى هكذا بعد ما حليتها مليح، قلت لكم تكون رقيقه، نثقبها هكذا بالفرشيطه. من بعد نروح نحكم، عندي صلصه الطماطم يعني واجده من قبل، واللي ما تحبش ما كانتش متوفره عندها عادي تقدر دير جبن ابيض ولا جبن طري، ولا تقدر دير مام الهريسه اللي يحبوا الهريسه هكذايا دير الهريسه هكذا. من بعد نحطوا الحشو تاعنا من الفوق. هاوليك الحشو تاعي بعد ما برد، شوفوا يعني يشد روحه ما شاء الله، يعني نحطه كامل فوق الفطيره ديالي بهذا الشكل. ان شاء الله حبيباتي المبتدئات ان شاء الله راني نشرح لكم ونعاود هكذايا باش تفهموا مليح، ويعني وتجربوا الوصفات هذوما وان شاء الله تنجحوا فيهم. شوفوا بعد ما سويت كامل الوجه تاع الفطيره ديالي بهذاك الحشو، درت هنايا جبن مبشور، يعني اي نوعيه جبن مبشور تكون عندكم ديروها بهذا الشكل. من بعد رحت العجين الثاني هكذا باش نحلوه هكذايا، حليته هو تاني رقيق، نغطي به الفطيره ديالي هكذا. ان شاء الله الفيديو تاعي راه واضح. وعبزوا هكذا شويه على العجينه من الفوق هكذايا باش تلصق في الحشو ديالنا. نحيلها كامل الزوائد تاع العجين هكذا بهذا الشكل، ونغلق كامل الجوانب هكذا باش الحشو تاعي كي تكون طيب ما يخرج لناش بهذه الطريقه. من بعد نحكم صفار البيضه اللي خليناها على الجنب، نزيد له ملعقه صغيره تاع حليب ونخلطهم مليح، وندهن الوجه تاع الفطيره ديالي. الفرن تاعي راهو يسخن، يعني راهو مسخن مقبل على 180 درجه. كي ندخل الفطيره تاعي نخليها على 150 درجه، نديرها طيب من التحت ومن الفوق، يعني وكل وحده ونوعيه الفرن تاعها. شوفوا انا التزيين درت لها شويه جلجلان، شويه سانوج، وشويه تاع الزيتون، والخيار يولي لكم نتوما بواش حبيتوا تزينوا الفطيرات تاعكم. هاي لك الفطيرات تاعي بعد ما طابت، يعني طيبوها طياب نتوما اللي واش تحبوا، يعني تحبوا تحمروها بزاف ولا تحبوا ما تحمروهاش بزاف، يعني نحبها محمره مليح هكذا من الفوق. خليوها تبرد، من المستحسن خليوها تبرد هكذا مليح باش تقدروا تقسموها، يعني هكذا باش الحشو تاعكم ما يقعدش سايح. شوفوا لي النتيجه تاع هذيك الفطيره، يعني ما شاء الله هكذا بالعين اصلا راهي تشهي، يعني وصفه رائعه، وصفه كما نقولوا تستحق التجربه، يعني ناجحه 100%.
خاصة للمبتدئات وتقدروا تجربوها يعني لحبابكم وعائلتكم وولادكم، يعني فرحوهم بها. شوفوا لي كي قسمتها معاكم يعني مازالها سخونه هكذاك، وما شاء الله شوفوا العجين تجي رقيقه، شوفوها ما تجيش كامل خشينه، تجي رقيقه، تجي ما شاء الله. يعني وصفه كما قلت لكم ناجحه 100%، يعني من اول تجربه راكم حتنجحوا فيها باذن الله. حبيباتي انا هنايا ما عليا غير نقول لكم شهيتكم في الجنه، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصدقائكم لتعم الفائده. الا جربتوا الوصفه حبيباتي كيما معودتكم نقول لكم خلوا لي تعليقاتكم في اسفل الفيديو، وكتروا لي من فضلكم يعني بالليجام هكذا باش القناه تاعنا تكبر وتكبر لمتنا. حبيباتي الفيديو تاعي لحق للنهايه، ما عليا غير نقول لكم شهيتكم في الجنه، استودعتكم الله وحفظه، وسلام في فيديو اخر ان شاء الله ووصفات جديده باذن الله تعالى.